عندي واحد ليدي شاكش نطبقها. تعرف فرانس كافكا؟ صح. واش تعرف على كافكا؟ author يكتبوا صح، هو كان فيلسوف. فيلسوف تعرف كاش ايدي هكا واحد من كتبه تاعو. نعم. المهم كاين واحد الكتاب تاعو يهضر فيه على زعما الاهمال الابوي وكيفاش باللي باه شنو ما كاش مقيمه، ما كاش عاطيه قيمه تاعو، كان باغي يخرج غير كيما كيفك. شايف كيف هو كان يهضر في الكتاب تاعو بلي كاش كان انيوريك زعما كان يسمع لها ومنه وبزاف تاع لي زادو تاع هاد الوقت مش عارف شنو يديروا مرلوط. بزاف تاع لي زادو تاع هاد الوقت شنو متاثرين بزاف بهادوك الكتب تاع الفلاسفه وكلشي يفهموهم وكاع. يعني الايديا تاعي كانت فرانس كافكا والنبي ابراهيم عليه السلام، ما بين سطحيه الدنيا والعمق اللي كان في الاخير. لما كيفاش باللي النبي ابراهيم عليه السلام ثاني كان عنده هذا البروبليم من جهه تاع بوه اللي ما كانش يسمع له وكلشي، ما كانش باغي يدير يده تاعو، بصح كانت عفسه كبيره الف خطر اكثر باسكو كانت كاينه ريسبونسابيلتي. نقول له زعما يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا، يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا، يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ما كان شغل الميسيون تاعه كان هو يسي يخرج باه من الكفر، ولو كان ما غاديش توصل لهاد العفسه واش غادي يصرى له؟ غادي يمشي لجهنم. كان في واحد لوبريسيون اللي فريمون كبيره. لو كان واش باغي نكون هذاك الكاهل اللي يزكي على الدراري الصغار كيدير باللوطو، يبغى نكون كول شويه. المهم شغل ماني باغي نهضر باللي كيفاش كافكا كانت السيتواسيون تاعو تهضر على الدنيا، على الحياه، على النجاح تاع الدنيا، على الخدمه اللي باغي يوصلها ولا اللي بتاعو. هذا ما كان وهكيك شغل هي got a lot of attention من عند القراء. راك شايف كيما هادي عفسه اللي نكره هاد الكلمه بصح وات وي كول ات دادي ايشوز ومش عارف اللي زعما يكون كاين واحد الانسان اللي عنده واحد البروبليم في العلاقه الابويه تاعو. شايف كاين اهمال ابوي دائما ميز باللي هاد العفايس يكونوا مطروحين غير في العفايس دنيويه، ما كاش عفسه اخره ولا شغل في التالي تبقى الدنيا عفسه سطحيه. هذا ما كان تسمى جامي غادي تسب واحد يقول لك بلي انا عندي بروبليم مع بو باسكو شو البا ما يصليش وانا نسي معاه بشي بدي يصلي بصح اني حاصل معاك فاهم. تسمى دي العفسه اني باغي الناس كي يجيو يقراو القران ما يشوفوش كيما هذاك الكتاب اللي راه محطوط دائما في كاع الديار وصاي. هذا ما كان لا يسي يفهم باللي الكونديسيون اللي كان فيها ابراهيم عليه السلام ثاني كانت كومبليكي هكا وتستحق الاهتمام. عفسه دوزيام سيكون الناس ما يشوفوش الانبياء كيما بني ادم، حتى هما عندهم مشاعر، حتى هما عندهم شغل اللي ار هيومن بينز افتر اول. اللي يشوفهم الله يشوفهم باللي هذوك الكائنات الخارقين للطبيعه. سي بوفري القران يقول لك ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. سمحتو كان زعما كان ربي يبعث ملك ما غاديش يبعثو كملك ظاهر، غادي يبعثو كيما بنادم كيما انسان ما تكونش كاينه ديفيرونس. والبيت تاع القران كي يمد لك قصص ويمد لك قصص الانبياء هو وي كان ريليت، نقدروا نقولوا بلي حتى حنا كيفهم، حتى حنا نقدروا نطبقوا. تفري بالك ما نوصلوش للمستوى تاعهم، هما كانوا فريمون قراب ربي عليها ربي اختارهم، بصح ماشي معناتها ندير واحد الفصل تاع بلي هذا نبي وانت بنادم. لا، لزوج بني ادم، لزوج كيف حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يغلط وكان ربي يصحح له في القران. ممكن لك شو العفسه هذه انا خصني نكسر هذيك لا بارير تاع ما بين بلي كاين انبياء كاين بني ادم دونك انا ماشي نبي دونك انا ما نقدرش نكون كيفه. شو هذه ما كاش منها دروك. ربي كيمد لك زعما سياسه نحط فيها بنادم ولا نبي خصك شو تتعلم منها. صار كيما ابراهيم دروك انا عنده هاد يعني المشكله مع بوه. كابابل كاين بزاف بني ادم صح عندهم دي بروبليم مع والديهم، تسمى شغل كي يشوف القصه تاع ابراهيم كيفاش كان يتعامل معاه مالغري كان شو كان غالط كاع بصاكك وقاعد يتعامل معاه باحسان، قاعد يهضر معاه بشويه، قاعد يقنعه شو ما كاش يسي دابزه ولا زعما كيشوفوا كيما قصه يوسف عليه السلام كاش نشوفوا بلي نحط في كونديسيون كان قادر يزني فيها بصاكك وقال لا علاش باسكو ربي راه يشوف غير ما كان حتى واحد. اسمع دي عفسه ليك شغل حنا كاع نغلطوا بصح في التالي عندنا واحد ليكزومبل واحد الجيد اللي نقدر نتبعه. اسمع ليها العفسه اللي راني باغي نقولها هي باللي مع الوقت غادي نولي كهل ونبقى نزكي على الدراري الصغار كيضربوا اللوطو داك الشيء. المهم ليزدا تاعنا لو كان الناس ما يفهموش السياق تاعهم كابابل يقولوا عليه واش نتا يوتيوب. المهم بصح شوف نسيو نوصل ليدا اللي راني باغي نوصلها. لا سبت خصني بالعربيه. شو غادي نقرا سكريبت من هنا صايس ما بقاش نشوف في الكاميرا على بالي بلي نلعبها كول ونشوف في الكاميرا من نهضر بصح دروك غادي نقراه من التليفون غير. في وقت وين بزاف تاع الشباب يتوجهون فيه لقراءة الفلسفة وكتب الفلاسفة تاركين كتاب الله وراء ظهورهم، ليس لكونه غير جدير بالقراءة حاشاه بل لعدم محاولتهم للتعمق في فهمه بمقدار تعمقهم في كتب الفلاسفة، في ظل محاولات جبارة لفهم ماذا أراد أن يوصل الكاتب لنا ومحاولات شبه معدومة في محاولة ماذا أراد الله أن يوصل لنا. والفلسفة تبقى ظنية والقرآن يعطي إجابات قطعية. بصح هنا ما راناش نهضروا على تفسير القرآن بل رانا نهضروا على التجربة الإنسانية الشعورية للقارئ وعلى الشخصيات التي يقرأ عنها، حيث بزاف تاع الناس ما يشوفوش الأنبياء كبشر عندهم مشاعر وأحاسيس بل يشوفوهم كناس خارقين للطبيعة، مالغري حتى هما الناس كيفنا تعرضوا لظروف قد لا يتحملها الناس الطبيعيين ولكن في النهاية هم بشر. أيوا هذه
سي بون وصلنا لافان تاع لا فيديو ما تنساوش تمدوا لنا الراي تاعكم في لي كومونتير ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله ابوني في لاشين باش نتموتيفاو نزيد نحط فيديو كتر